اخبارك ايه؟ كله كويس الحمد لله. فينك دلوقتي؟ موجود مهرجان. موجود، اي مهرجان لازم تلاقيني فيه ان شاء الله. طيب بالنسبه المهرجانات بقى انها اتلغى كتير، والمهرجان ده الوحيد اللي قام دلوقتي. لا، ما انا ضد الغاء المهرجان، صح كده؟ وضد ان انا لو هعمل مهرجان ما هبركش الدنيا بالظبط. بس لان لو هعمل مهرجان السينما اعمل مهرجان سينما، الافلام ولجنه تحكيم وبتاع يعني انت مع ان المهرجان الحياه تمشي. يا جماعه طبعا، بس ما يبقاش فيه بهرجه. ما فيش بقى بهرجه وما فيش بقى الحاجات اللي هو احنا بنسمع عنها، ما فيش كلام. يعني نعمل مهرجان بس يعني مهرجان. يعني ايه مهرجان يا جماعه؟ يعني بنثبت للعالم ان احنا بلد الامن والامان بس. ده فكره المهرجان. التضامن مع غزه ده شيء مفروض. طبعا يا جماعه، دول متضامنين مع غزه من 75 سنه، مش من دلوقتي. مش مستنيين دلوقتي يا جماعه ان احنا نتضامن مع غزه. لا طول عمر مصر مع فلسطين، شئت ام لم تشأ احنا مع فلسطين. تمام. انما احنا ضد ان يتهجروا لسينا، لا ده خط احمر. طبعا ضد دوت. احنا ضد يعني المخطط ده من زمان. طبعا، وهو ده المخطط بتاعهم. انا من هنا يا جماعه بقول لكم ان احنا معاكم قلبا وقالبا. طبعا احنا بنحضر المهرجانات والحاجات دي الحياه لازم تمشي. ويا جماعه لازم بس احنا فعلا تمشي. متاثرين يا جماعه يعني ما معنى كده بقى المهندس ما يشتغلش، الدكتور يقعد في البيت، الفلاح يقعد في البيت، الصنايعي يقعد في البيت، ما نشتغلش بقى، ما نقعد في البيت بقى. لا، لازم الحياه تمشي ولازم نشتغل، وهم اللي هيدافعوا عن ارضهم، ما حدش هيدافع عنهم. احنا معاهم برضه. طبعا ما احنا هم رافضين انك تدخل مساعدات. يعني ايه يعني؟ فين حقوق الانسان؟ فين الهلال الاحمر؟ فين الامم المتحده؟ فين يا جماعه؟ ما في. امال اشمعنى في الثوره قاعد يقول لك حقوق الانسان ومش ليه يعني؟ عشان كانوا جايين علينا احنا، انما لما هو ده بقى عشان احنا مصر يعني. لا، احنا قد العالم ده كله. ده حقيقه. الحمد لله. المهرجان النهارده قوي مع انه خفيف ولايت، يعني ما فيهوش. وكان بدأ باغنيه للجميله فيروز. طبعا. مدينة المدائن. طبعا كانت من أقوى الأغاني اللي فيروز أنا بحب أسمعها. طبعا. أنا لدرجة إن أنا وأنا في اللقاء يا جماعة قعدت أغني الأغنية مع اللي بتغني جوه. يا جماعة إحنا مش ضد العنف يا جماعة. يعني إحنا ضد العنف، ضد التشدد، ضد التعصب. يعني أنا مع اليهود مش مع الصهاينة. تمام. أنا مع المسيحيين مش مع جماعة التبشير. تمام. أنا مع المسلمين مش مع الإخوان المسلمين. يعني ضد التشدد والتعصب في كل دين وكل أنت مال. ضد اليمين المتطرف عموما. أي يمين متطرف يا جماعة إحنا ضده. هو ده اللي بيحصل في إسرائيل، متطرفين. ده حسين. دول قتلة يا راجل، قتلت أطفال وقتلت نساء وقتلت عزل. إيه ده؟ هو في كده يا جماعة؟ لا مفيش كده. هو في كده يا جماعة؟ ربنا يسترها يا رب. طب انت النهارده نورتني حبيبي. كان لقاء جميل جدا حبيبي يا فرفور. واتمنى ان انا اشوفك دايما. انا من لبنان النهارده. صح. فقلت لازم استضيف ده لبنان بقى، انا ما اقدرش اقاوم. صح. منوره الدنيا. الله يخليك. النهارده انت لجنه تحكيم. صح. في ارب وورلد. تمام. ايه رايك النهارده بقى في المهرجان؟ المهرجان كتير حلو. التنظيم كتير حلو. الصبايا كتير مهضومين، مع انه ما كتير لحقت تشوفهم، بس هيك نظره سريعه تقدر كون فكره مين ممكن تكون الصبيه الاجمل بيناتهم، تنقدر نعطي راينا مزبوط بموضوعيه. بالنسبه للجنه التحكيم، يعني اشتغلتي موضوع لجنه التحكيم قبل كده ولا دي اول مره؟ لا، انا شاغله كتير من 2017 تقريبا، صرت شاغله يمكن ب 20 مهرجان بلبنان. مس يوروب، مس يونيفرس توريزم، مستر لبنان. بس اول مره صراحه بشارك بمصر. طيب هو النهارده ليها اجواء خاصه عشان احنا يا جماعه بنعاصر النهارده حروب غزه واخواتنا والكلام ده. ناس كتير كانوا بيحاولوا ان هم المهرجانات ما يبداوش يحضروها عشان بيخافوا ان بيقولوا كده. احنا نقول ايه بقى لاخواتنا في فلسطين؟ نحن بنقول انا اساسا كنت يعني قبل ما شارك كنت وقت طلبوا مني انه شارك بلجنه التحكيم. رايي كان انه هلا مش الوقت المناسب، لانه في عنا صراحه ممكن ترفضي الموضوع صراحه قبل اكيد، بس لانه عرفت انه الصبيه اللي رح تطلع رح يكون عندها دور انساني اللي هي تشارك بالهلال الاحمر. ويكون عندها دور انه تساعد بفلسطين. يعني ملكه الجمال اللي بيشاركوا النهارده بيساعدوا في حاجات إنسانية لفلسطين. مزبوط. مشان هيك أنا رجعت غيرت رأيي بآخر دقيقة، وأنا كنت متواجدة بالسعودية، جاية لعندكم من السعودية. أنا أساسا بلبنان ومن بعدها كنت بدبي وجيت على السعودية، وجيت هلأ سفرة خاطفة لعندكم على مصر تشارك بلجنة. هل إحنا لو لغينا المهرجانات أو الحاجات الفنية اللي شغالة، يعني مثلا في فنانين كبار زي تامر حسني النهارده يقول لك أنا لغيت مثلا 40 حفلة،
هل ده هيرجع علينا ان احنا نقدر نتعاطف مع اخواننا الفلسطينيين والغزاويين؟ هل ده هيمنع ان احنا نتعاطف معاهم؟ هلا هو يعني انا لو مثلا حياتنا بقت طبيعيه وقدرنا ما نفكر، بيمنع هيدا ما رح يمنع الحرب على غزه واكيد نحن اذا صار في مهرجانات ما رح توقف الحرب على غزه، بس كمان الحياه بدها تكمل. في اشياء ناس كتير بينتقدوا الفنانين والمغنيين والمطربين على انهم يا جماعه احنا مش وقته، قنوات مثلا كوميديه لا ما ينفعش دلوقتي، احنا مع غزه كلنا مع غزه، بس الحياه هتقف. الحياة ما فيها توقف، الحياة بدها تكمل، إذا نحن كان في مهرجان أو ما كان في مهرجان الحرب رح تكمل، بس أكيد بدنا نجرب نحن من خلال اللي عم نعمله يمكن نرفه على العالم، يمكن يكون عنا رسالة إنسانية. ما يمنعش يا جماعة إن احنا نعيش أكيد حياتنا، وفي نفس الوقت احنا متضامنين مع إخواننا في غزة، إخواتنا فلسطينيين. فلسطين حرة، فلسطين حرة، فلسطين حرة، ومن هنا بنقولها مصر ولبنان. صح، ان شاء الله السلام بعم كل البلدان العربيه، وان شاء الله هالازمه هيدي بتقطع على خير علينا وعلى الجميع يا رب. اتمنى لك كل خير. شكرا. ميرسي على اللقاء الجميل. شكرا. شكرا.